زوج من الذكران ينكح مثله، فحش عظيم زاد ذا التيهان. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة. حلق اللحى في كل ناد قد غدا، فعل قبيح زين الشيطان. وهي بعنوان تحذير الفضلاء من أسباب البلاء، وهي عبارة عن قصيدة لفضيلة الشيخ أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة. قست القلوب تفرقت أبدان، وتباعد الأصحاب والخلان. زادت ذنوب الناس أين عقولهم، كي يرجعوا أم صمت الآذان. عصي الإله بصبحهم ونهارهم، والليل يكثر فيه ذا السكران. أما الزنا قد صار مسموحا به، وكذا اللواط وشيدت أركان. زوج من الذكران ينكح مثله، فحش عظيم زاد ذا التيهان. وتعامل في المال أيضا بالربا، قد زاد ذاك الشر والطغيان. والشرك منتشر بأنواع له، جانب أخيا إنه الكفران. والكذب أيضا عم في أرجائها، جانب هديتا إنه البهتان. تصوير ذات الروح أضحى فتنة، والاختلاط يقوده الشيطان. صوت بمزمار وطبل قد غدا، لا يرغوي عن فعله السفهان. حلق اللحى في كل ناد قد غدا، فعل قبيح زين الشيطان. وكذا التحزب فتنة مسمومة، حصل التهاجر فرق الإخوان. وتنوعت طرق الشرور كما ترى، زاد البلاء وزاد ذا العصيان. حمل الأمانة أشفقت منه السماء، والأرض أيضا خالف الإنسان. جهل وظلم قد تناهى في الدنا، فارجع هديت فإنه الديان. يا ربنا رحماك إنك غافر، بر كريم واحد منان. يا ربنا رحماك إنك غافر، بر كريم واحد منان.